النهارده قريت تصريح غريب ومركب ومقلق التلاتة. طبعا احنا اتكلمنا امبارح على الآثار المترتبة على تطبيق أو تنفيذ خريطة صندوق النقد للإصلاح الاقتصادي، وقلنا ان صندوق النقد عامل مواعيد نعمل فيها كده وكده وكده، وعملت فيديو لحضراتكم قبل كده قلت لكم طلبات صندوق النقد ايه، منها تسريح عماله وتعويم العمل اللي هو ايه الخراب فين كده خش كده. ده من وجهة نظرنا كمواطن، قد يراه صانع القرار اصلاح وقد يراه الاقتصاديين اصلاح. اما انا بالنسبه لي اي اصلاح مبني على موت ده مش اصلاح، ده قتل، وقتل بالمعنى المعنوي. يعني انا النهارده المواطن لما يروح مني كده مش قادر ولسه. فاتكلمنا امبارح وعلقنا على توجيه سياده الرئيس بانه يجب انه عمل مراجعه، واتكلمنا احنا قلنا محتاجين ان احنا نسوق قضيه الديون بتاعتنا دي تسويق عالمي، ونروح البنك باريس وبنك الدولي وغيره ونقول ان احنا مصر مش هتقدر. دي اقتراحات على فكره انا بقولها، انا مش من ولاة الامر، بس ده تصوري، وما يبقى عندي تصور احب اقوله البلدي وان كان ليس خافيا عليهم، ان احنا نسوق فكره ان احنا بظروفنا الحاليه. وانا اكتشفت على فكره ان الرئيس قال كده. انا لما طلعت امبارح انا ما شفتش الفيديو بتاع سياده الرئيس، انا شفت التصريح بتاعه اللي قال فيه اذا، تصريح مكتوب سكرين شوت عندي. بعد ما خلصت اللايف بشويتين يعني لقيت فيديو لسياده الرئيس كان بيقول تقريبا كلام قريب من اللي احنا قلناه، ومع تحفظي وزعلي من الرئيس على كلمة إذا كان هذا البرنامج هيتعب الناس، لا هو موت الناس يا سيادة الرئيس. وطالبنا إن احنا ناخد راحة 2-3 من سداد الديون للمستجدات العالمية مش المحلية، وللأمور اللي حصل حوالينا وقناة السويس. الكلام ده كله قلنا امبارح، وقلنا أو طلبنا من الرئيس إنه يبقى الفترة القادمة دي الناس محتاجة حضرتك وكل الدنيا تبقى عشانها. انا اسف بقى، مش هينفع، لازم شفت في ايه، في اجراءات يشوفها الناس انها بتحرك حالهم وحياتهم. الغلاء اصبح امر واقع لا نقاش فيه وهيزيد. واسف ان اقول بصرف النظر عن تطبيق فاتور خريطه الاصلاح بتاعت صندوق النكد او غيره، اللي جاي صعب وغلاء اكبر. النهارده قريت تصريح لمديرة صندوق النكد الدولي، قالت فيه نصا: مصر تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن خفض قيمة عملتها، وكلما طال الانتظار زاد الأمر سوء. التصريح ده انت لازم تاخده أجزاء. الجزء الاول ان بيقول لك مصر تؤخر ما لا مفر منه، اذا الصندوق طالب مصيبه ومصر مأخراها. يا نهار اسود، يعني احنا مصر مأخره للصندوق وبيحصل فينا كده؟ يشكروا. امال لو ما اخروش هيحصل فينا ايه؟ يعني ده كده اللي بيحصل ده ضرب وشتيمه، والدوله مأخره والصندوق مش عاجبه. واخد بالك انت يا عماد؟ عماد مين؟ ده مش عماد خالص خالص. وبيحصل كده. ماذا عن استجابة الدولة لطلبات الصندوق؟ كوبي بيست، أؤمر يا عسل نفذ يا عسل. ايه اللي ممكن يحصل فينا؟ طيب الصندوق بيتكلم عن ايه؟ قال لك مصر تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن خفض قيمة عملتها. أنا سمعت الكلمة دي فين قبل كده وكم مرة في كم سنة؟ مصر تؤخر ما لا مفر منه. جاية يا أبو عماد، اصحى، ده كلام الصندوق. اقرأ بقى برامج الإصلاح واقرأ ده كلام الحاجة إصلاح نفسها. خالتي إصلاح. مصر تؤخر ما لا مفر منه اللي هو هيحصل بامتناعها عن خفض قيمة عملتها. إذا عزيزي المواطن عليك أن تقرأ وتفهم إن في تعويم قادم بحسب صندوق النكد مش بحسب بلدي لسه وأنا قاعد معاك كده مفيش تعويم، لكن أنتوا عارفين محدش يتوقعهم. اتضح إنه التعويم مطلوب من شوية أو 2 أو 3.5،
والصندوق زعلان وبيقول لك مصر بتاخر ما لا مفر منه. انتوا رايحين كل خير يا رب ان شاء الله، رايحين للتعويم. وقال لك وكلما طال الانتظار ازداد الامر سوء. اللهم اكفنا شر السوء يا رب. الليله دي يا رجاله ليله عايزه فنجان قهوه وكل واحد وسكره. انا بشوف التصريح ده، انا والله الناس دي ما بحبهاش وما بطيقهمش، وعالم كلها انتوا عارفين. ما انا مش هزعل بقى حكومه بلدي وازعل حكومات الدول، انتوا كده هتودوني فين بقى؟ هبقى مطلوب دوله انا كده. طيب احنا داخلين على تعويم باوامر صندوق النقد، بس الدوله المصريه مزرجنه شويه لانها ارتأت انه في خطوره. الكلام ده المصريين مش هيقدروا يستحملوه. ارتأت مؤخرا جدا، 3 جدا غابوا حدث ولا حرج. لكن هتخضع ليه؟ حضرتك واخد عربيتك وطالع اسكندريه هتكمل لحد ما توصل، مش كده؟ مصر لما دخلت برنامج الاصلاح الاقتصادي ده مع صندوق النكد مش داخله تهزر، احنا هننفذ ده. هم كانوا عارفينه، الدوله عارفاه والصندوق ممليه، اذا مصر مكمله. الكلام دلوقتي على ايه سواء من الدوله المصريه او مننا كمواطنين؟ امتى؟ امتى؟ اذا مسبوح يا ولدي، ولكنها مساله وقت. تخيل عزيزي المواطن، ده جو يخليك انت عارف ان في تعويم، يخليك قاعد بتعمل ايه في حياتك في مصر. ده انت لو بقال هتاخد بالك ان في ايام جايه شبه قديمه، وانت طبعا فاهم قديمه. فيبدا بقى اللي يلعب واللي يخزن له شويه بضاعه واللي معاه جناهين، فيعمل ايه؟ يقول لك عشان لما التعويم ابقى حافظت على فلوسي. ويبدا كل واحد يغني على ليلاه، لان العقل الجمعي المصري متفكك، لانه مفيش اداره سحباه، اللي هو احنا في الطريق ده وهو بيثق في الاداره. فزي قناه السويس كده مثلا، لما الرئيس قال هنعمل قناه السويس كله جري 68 مليار في 6 دايز 6 نايتس، عشان لو طلعوا 7 ايام ما يعملوليش قضيه تجدير سلم عام. فالسيناريو ده عدى عليك قبل كده. انت عايز بقى تتكلم على الغلاء في التصريح ده، في المعلومه دي. يعني احنا دايما بنرغي نقول تعويم جاي، ودي اجتهادات شخصيه من اقتصاديين، من واحد غلبان زي حالاتي، من حضرتك. لكن لما يجوا يدوها لك وش، يعني حتى الرئيس لما معاهم المره اللي فاتت قبلها قال لك ايه؟ لا ده لو فيها وصلت لا مش هيحصل. اذا ما بيقولكش يوم الثلاث الساعه 11 الا ربع احنا هنعوم، لا انت بتاخدها في وشك كده على طول. طيب بتاعت الصندوق غششتك وقالت لك عزيزي المواطن انت داخل على ايام صعبه قوي، والكلام ده المفروض كان يحصل من زمان. ودي ترجعني لايه بقى؟ لما الدواء غلي وطلع اخويا المحترم الدكتور خالد عبد الغفار قال لك ايه؟ قال لك اصل الدولار لما علي شركات الدواء كانت عايزه تغلي واحنا ما رضيناش، فدلوقتي قال لك لا مش هننزل دواء، احنا مش هنتاجر في الخساره، لان التجاره في الخساره حرام. دي انا مزودها نقلا عن سيدنا النبي صلوا عليه. اذا النهارده انا ممكن يتلعب معايا تاني في غذائي ودوائي والباقي في الحركه اللي جايه دي. طيب نأجلها شويه يا عم هيثم، نطلب من الدوله تأجلها شويه، هي الدوله مأجلاها. تعالى بس تعال، الدوله دلوقتي معانا على الشط ده. المشكله ان المؤجل سيتم، صح ولا احنا كنا داخلين نهزر مع الصندوق؟ لا هنكمل. امتى بقى وازاي؟ امتى اللي هيقررها رئيس مصر. ازاي نتكلم فيها احنا بقى ولا كله ليكوا؟ ان حضرتك هتوديني لتعويم جديد، مش قد سوف يكون اكثر قسوة مما سبقه. انت ازاي هتوديني المنطقة دي وانا في وضعي ده؟
ازاي هتسمح بمزيدا ومزيدا ومزيدا من الغلاء بامر صندوق النقد في الوقت اللي الرئيس وقف فيه وقال لك راجعوا الصندوق الناس مش مستحمله؟ السؤال بقى، انتوا هتراجعوا الصندوق في تأجيل ما طال انتظاره ويزداد الامر سوءا؟ حط هنا 100 خط. يعني يا عزيزي بالبلدي، انا بس عايز استخدم مفردات كده كده جايه، يعني حتى لو الدوله قدرت انت اللي هتحاسب على الفاتوره. طيب احنا هنراجع دلوقتي مع الصندوق تطبيق التعويم الاخير اللي هو طال انتظاره وسيزداد الامر سوء اذا طال انتظاره. يعني هنحاول مع الصندوق ان احنا نطول انتظاره فيزداد الامر سوءا وسوءا كده. ده بديل اول مهبب ب 600 هباب. لا، مصر هتعوم عشان تطبق البرنامج وتبقى ماشيه ايه محترمه كده مع الصندوق وزي الفل. ليله منيله ب60. يعني اختيارين مفيش احلاهما مر، امرهما علقم. انا يعني بصراحه اول مره اقولها لكم، انا مش هقول لكم صعبان عليا الرئيس ولا صعبان عليا الحكومه، لان ده كان اختيارهم. بس انا هقول لكم انا صعبان عليا مصر. انا صعبان عليا الناس. مصر قايمه ما قعدتش عشان جنيه ونص و2 جنيه زادوا في البنزين والسولار. هتعمل ايه بعد التعويم؟ الدولار هيبقى بكام؟ الدواء هيبقى بكام؟ الكل هيبقى بكام؟ مرتبي بيمثل كام؟ كل حاجة بكام؟ وانا بكام؟ دي عايزة علاء الدين. يا جماعة الخير، اقسم لكم بالله انا لا اكن ذرة في قلبي للبلد دي واهلها الا وترضي ربي ورسوله. اسمعونا لوجه الله. انتوا يا جماعة يا قائمين على الامر في بلادي، انتوا ناس كبار ومحترمين واكبر مني وعلى راسي، بس والله العظيم 3 انتوا عندكم مشاكل كبيرة عبورها بأمر الله وحده. اللي احنا فيه دلوقتي يا حضرات السادة، وانا اسف ان اقول كده، انا بتكلم فيه بقالي 5-6 سنين. وخلي بال حضرتك ان كل ده اللي احنا بنناقش وقت تنفيذه، اللي امبارح احنا اعتقدنا ان الرئيس وجه بالمراجعه مع الصندوق في الحكايه كلها، في جدول الديون بقى، في بتاع الله اعلم هو توجيه بالمراجعه. مراجعه ايه بقى؟ انت ما تعرفش كمواطن. اتضح النهارده ان حتى المراجعه اللي هو ايه تاجل التعويم شويه، ده اعتقاد على فكره، ده اجتهاد، كل اللي بقوله ده اجتهاد مبني على تصريح. تاجيل التعويم قال لك انه اللي طال انتظاره ده هيزيد الامر سوء. اذا الدوله لو اجلت التعويم سيزداد الامر سوءا. طب ولو عومت سيزداد الامر سوءا. بالله عليك لو انا طالب منك نصيحه وانا صانع القرار تنصحني بايه؟ بس اوعى وانت بتنصحني تكلمني اقتصاد، كلمني بشر عايشه على الارض. ما تقوليش انا الف باقتصاد، ملعون ابو الالف والباء اللي هيقضي على البشر. انا عارف ان اخواتي الكبار القائمين على الامر في البلد دي ممكن يبصوا لي يقولوا لي ايه، ما انت مش عارف حاجه، انت قاعد عمال تنظر علينا ومش عارف حاجه. لا، ممكن حضرتك تقولها لحد تاني بس ما تقولها ليش انا، لان انا 5-6 سنين بقول لك ان انت جاي هنا، و5-6 سنين بطلب منك تأسيس وضع صناعي للبلد دي وتشغيل شبابها واستخدام مواردها البشرية وبناء مجمعات صناعية ضخمة عشان نقدر نقوي عملتنا فتقدر تقف فما نعومش. من 5-6 سنين ده لو كنا عملناه اقسمت لكم بالله ما كنا وصلنا حتى الدولار ب 30 جنيه 40، ما وصلناش، وما كانش النهارده احنا في المزنق ده. نعوم ليه؟ عايز تعوم عيني يا برنس، ده انا جنيه اسد.
طب النهارده هل تصح نفس المطالبات مع الدوله؟ هتعملها امتى الدوله بقى؟ المصانع وال 50 60 الف مصنع، وتشغل لنا كام مليون شاب، وتعمل ثوره تصنيع وتصدير امتى؟ محتاج لك كام سنه قد اللي عدوا. يكون جرى ايه؟ يكون جرى ايه؟ الشيء الغريب ان الصندوق اللي قال كده عارف ظروف مصر، وعارف الاحداث او الوضع الاقتصادي بتاعها وظروف شعبها ومعاناة شعبها. ده عارف اكتر مننا. وايه كمان؟ وعارف انك اتخبطت في قناة السويس في اكتر من نص الايراد بسبب الاحداث اللي دايره. وعارف ايه كمان؟ وعارف ان انت حدودك الشرقية جيشك مستدعى والدنيا وعندك صرف عسكري وعندك ليلة وحدودك، يعني عارف الوضع داخليا وخارجيا اكتر منك، لدرجه انه كريستينا اسمها كريستينا ولا اسمها ايه بتاعت صندوق، انها طلعت قالت ان مصر فعلا مأزية واتأثرت جدا بسبب الأحداث. فاحنا طلعنا على هذا الأساس قلنا طب نتكلم بقى في جدول الديون أو فترة سماح عشان مصر تعرف تاخد نفسها تسد ديون، لأن مطلوب مننا السنة الجاية تقريبا 39 مليار دولار. ده احنا لو هنصدر بشر للخارج مش هنعرف نجيب لكم 39 مليار دولار دول. اذا هي معترفه. المعترفه بقى اللي عارفه ظروفك الصعبه هي اللي بتقول لك مصر متاخره، مصر تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع. مصر ممتنعه، والنبي انا اطمنت على مصر بالامتناع عن خفض قيمه عملتها، وكلما طال الانتظار زاد الامر سوء. الله، طب يا حاجه انت عارفه ظروفنا وانت لسه حاكيه وكنا قاعدين على المصطبه. ايه الكلام ده؟ وانا مالي يا لمبي؟ هي بقى انا مالي؟ احنا مش اتفقنا مع عماد؟ هو ما يهمهاش انت ما تولع. انت فاكر ان صندوق النقد مش عارف اثار تطبيق ما تبقى من برنامجه؟ لا يا رجاله، ده هو عارف ومستخبلنا في الذره. هو عارف ومستني ويزنق، وهنا يبدا يدور الحوار عن ايه؟ عن اخواتنا اللي عايزين يدخلوا بقى، وهنعمل ايه بقى؟ ما الدنيا بايظه وخلي بال حضرتك، انت هتسد الدولار بسعره من ابو غالي. ما انت كل ما هتعوم الدولار يزيد، فبقى بدل ما مطلوب منك جنيه بقى مطلوب منك جنيه وربع، مش كده ولا انا ايه؟ انا بقى عايز اعرف انتوا هتختاروا اختيار ايه ولا بيه، لان الاتنين مش هينفعوا معانا. وانا اسف بس انتوا قاعدين بتعملوا كده في بشر مش في جماد. واسمعوا بقى، الاختيارين دول يعني لازم تعرفوا انهم موت بالنسبه للناس. هم اختيارين واحد، هم الاثنين، وانت لازم تختاروا هو الاختيار. تعويم عشان الاضرار ما بيطول الانتظار بيزداد الامر السوء. التعويم وما تبعه بقى، تبعياته بقى من غلاء مستوحش ايه؟ ده احنا امبارح قلنا عليه ايه؟ يا جماعه الخير، ما تمشوا. انا مش شايف لها مؤشر استناكوا. ما يعني انتوا قاعدين ليه؟ بتكلم بامانه والله يا جماعه الخير. انا اعرف انكم تقدروا تخفوني انا واهلي قبل ما اخلص اللايف، مفيش حد اسمه مواطن ونص. بس اعرف اكتر ان ليا في السماء رب، واعرف اكتر انكم لما تشقوا على الامه كده ده ما يرضيش ربنا، واعرف اكتر ان انتوا لازم تسمعوا لان ربنا ادانا واداكوا ودنين. احنا مش اعداء، احنا مش اعدائكم، احنا الناس اللي بتتضرب على وشها بقراراتكم. فانا اما اجي كمريض اشتكي للطبيب ويزعل يبقى عنده مشكله. انتوا يا جماعه اهلنا وناسنا وحبايبنا وقدمتوا لمصر ما هو متفق عليه وما هو مختلف عليه. احنا واصلين لكده وفي المزنق ده وفي الظروف الصعبه دي، وكل المقاييس بتقول ان انتوا
الوضع مش حلو. طب انتوا ليه قاعدين؟ دي بلد يا جماعة الخير، والله حقكم عليا، بس دي بلد، مش دي اهم مننا كلنا. دي بلد، ده بشر، ده بشر تنزل تتفرج عليهم عمرك ما شفتهم مع بعض. يعني انت مثلا في ثورة يناير ولا يونيو قلت 30 مليون، تخيل ربع تلت الشعب. يعني الشعب ده ما حدش شافه، شاف السائر منه. انما الشعب ده انا ما بتكلمش عنه، بس انا اسمحوا لي، يعني الشعب عندي اهم من الرئيس، او البلد عندي اهم مني ومن الرئيس السيسي ومن الحكومه كويس. البلد دي اقسم بجلال الله لو حصل فيها غلطه بربع جنيه ورب الكعبه ما هتتلم. ده في ناس يا رجاله قاعدين مستنيين، بص على شعره. طيب انا اروح فين انا في الكلام ده؟ واهل البلد دي يروحوا فين ويعملوا ايه ويعيشوا ازاي؟ احد مخاوفنا من الثوره مش من السائر على فكره، اللي سائر ده راجل حق ومحترم وبيطوح. انا مخاوفي من الرجاله اللي بتخش. يا جماعه الخير، ثوره يناير لما حصلت كانت ثوره بيضاء، بيضاء، شباب زي الفل، البنت واقفه تصلي، بتصلي في سجده، بتصلي في الارض، والشباب واقف ماسك ايد بعض كده بيداروها بيستروها وهي بتصلي وبتوطي في الصلاه، والمسيحيين واقفين بيحموا المسلمين والعكس، والناس بتاكل لقمه بعضها والعكس. ايه اللي حصل بعد كده؟ مفيش سائر شتم، اقسم بالله ما في سائر شتم الرئيس مبارك يوم 25، والله على ما اقول شهيد، ده عيني شافت كده. ايه اللي حصل بعدها؟ مين دخل يا رجاله؟ من كل ده بتاع كده، حركه كده، اللي متمول كده وكان كده، وده بتاع الكده، ودول طلعوا من اللي عايزين ايه؟ عايزين الكرسي. الكرسي. وانا مواطن غلبان بقى يا عيني، عايز البلد، السائر اللي نزل يعني عايز البلد، عايز حاله. بدأت زعلانين من حبيب العدلي، من الشرطة في عيد الشرطة، واخد بالك انت؟ طلعت فين؟ الشعب يريد اسقاط النظام، وكمل بقى، وكل حاجة غلط وتغضب ربي ورسوله اتعملت، من قتل، الحرق، كل حاجة. الثوار كانوا عملوا ايه؟ روحوا. الناس دي محترمة ملهاش في كده. انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه كمواطن عشان اتعرض لده وانا مش طالبه ولا عايزه، بس عايز اعيش عيشة محترمة. عيشة محترمة، ملناش دعوة بكريمة، احنا مش عايزينها كريمة، لا. فأرجوكم انتوا مش هتكملوا من غيرنا. يعني لازم تفهموا انكم لازم تسمعوا، ولازم تحترموا اللي بتسمعوه، وان رفضتوه شوفوا بدايل، حلوا. هذا الوضع لن يستمر. امتى؟ الله اعلم، بتاعت ربنا، ما مش انا اللي بقررها ولا غيري. انا اسف يا جماعه ان اقول ايام يناير تتكلم مع حد من المسؤولين او كذا وتقول لك لا لا لا، ده شويه عيال وهيتلموا كده، حبيب العدل مظبط كل حاجه. تاني يوم ما لقيناش حبيب العدلي. فين تقديرات الموقف هنا بقى؟ تاني يوم ما لقيناش الحكومه كلها. فين تقديرات الموقف هنا بقى؟ عملت ايه تقديرات الموقف؟ طيب ازيدكم الشعر بيت، والله واقسم بالله ثلاثه. 24 يناير بالليل انا قاعد مع شخصيه تقدر تقول انهم من العشرة اللي فوق خالص، اللي هم فوق رئيس الوزراء. اقول لك ايه؟ طب تاني، ما مش عارف.
قاعد على مكتبه وماسك قلم رصاص زي ده كده بس رصاص، وانا قاعد قدامه كده. فبقول له انا قلقان على البلد هتضيع بكره، انا اما عامل لي ازاي بالقلم الرصاص؟ اقسم بربي وهو عايش ويمكن يكون سامعني، كل حاجه متظبطه. تاني يوم ما لقيتوش. احنا مش عاوزين كل ده. احنا عاوزين مواطن عاقل، حكومه عاقله، قرارات عاقله. الناس اولا واخيرا. طموحاتكم دي كلها المبنيه على تعاسه الناس مش حلال. يعني من وجهه نظري بشوفها يعني رب العباد قال ويل للقاسيه قلوبهم. ويل. فانا انصحكم ونفسي الا يعني بلاش ان احنا نبقى عارفين ان الناس، هقولها بأدب، تعبانه وندوس. لا ده مش كده وبس، ده انت حضرتك توقف على اللي انت بتعمله وابدأ فكر ازاي هتشيل الحمول دي. وشيل الحمول مش معناه ان حضرتك هترخص لي اسعار. بص يا فندم، انا راجل فاهم كويس قوي ان احنا دخلنا في منطقة الاسعار ومش هنرتاح ولا نهدى بامر الله الا ما نشتري زي العالم. حلو، وانا موافق عن نفسي. بس ليه شرط، انك تجعلني مواطن قادر ان انا اواجه ده. ازاي؟ انت بقى الكبير بقى، انت الدولة بقى، خططك بقى هتعمل ايه؟ هتشغل الناس دي ازاي؟ يا جماعة الخير، احنا ما ينفعش معانا حكومة استثنائية، وما ينفعش معانا حكومة مركزية، وما ينفعش معانا حكومة كل همها رضاء الرئيس، مع عظيم احترامي للرئيس. لا يا فندم، رضاء الرئيس لا يؤمنني ولا يؤمن وطني، انما رضاء الناس يخليني انام واطمن على وطني. انا اسف، هي دي الحقيقة. كل واحد عايز يرضي المدير، مش كده؟ ما تزعلوش مني. لا يا فندم، دي بلد. ارضي يا فندم وكل حاجة، بس ارضي الناس. فكر في الناس وانت بتاخد قراراتك. انت مزود عليا البنزين اول امبارح، وفي احتمال ان احنا نخش في تعويم، والدكتور مصطفى مدبولي امبارح ولا اول يقول مش هنزود بنزين في خلال 6 شهور، كمان في خلال 6 شهور الجايين. ده كده بينج بونج. طيب حلو، انت تصوراتك او تقديراتك ان الناس هتقدر تستحمل ده لامتى؟ بصوا يا جماعة الخير، من الاخر انا ابحث عن اصحاب ضمير يجلسوا بجوار الرئيس ويتكلموا معاه زي ما احنا بنتكلم كده. في حد في البلد دي عنده جرأة يعمل كده؟ مش عيب ولا حرام. ما هو اما الرئيس يتضايق مننا النهارده من شكاوينا احسن ما نزعل كلنا بكره. استفيقوا يرحمكم الله، الا قد بلغت اللهم فاشهد.